السلام عليكم. ايه بيخلي حد يوصل اللي هو عايزه وحد تاني بيقع في نص الطريق او ما بيبدأش اصلا؟ مع ان احنا حاليا اي حد يقدر يتعلم اي حاجة، وكل وسائل التعليم دي متاحة دلوقتي للكل، لان خلاص مثلا اليوتيوب فيه كل حاجة، النت عموما فيه كل حاجة، الكورسات خلاص بقت في كل حتة، و90% منها غالبا بيكون مجاني. حاجة بسيطة جدا أكيد أنت سمعت عنها في كل حتة، وهو الاستمرارية. طيب هو ليه أصلا الاستمرارية مفيدة؟ أو ليه الاستمرارية هي أساس أي حاجة في الدنيا أو أي نجاح في الدنيا؟ بكل بساطة لأن ربنا أول حاجة أنت بتجتهد وبتستمر في الاجتهاد وبتسعى، فربنا بيكافئك على السعي ده بيترجم إزاي على نظرتنا إحنا كبشر للأمور؟ أنت لما بتيجي تبدأ في حاجة بيبقى كل حاجة فيها لسه مبهمة، أنت مش عارف منها أي حاجة. مع الوقت أنت بتكتشف الحاجة دي، مع الوقت بتكتشف الضغوطات اللي فيها، مع الوقت بتكتشف ايه الفايدة الحقيقية منها، مع الوقت بتبدأ تنتج فيها. هي دي النقطة المهمة قوي. انت عشان توصل للإنتاجية انت محتاج تمر بتجارب كتيرة قوي، وبعد ما توصل للإنتاجية انت بتبقى عايز توصل لان انت يجيلك عائد من الإنتاج بتاعك ده، لان انت غالبا سعيك كله دلوقتي ان انت عاوز تجيب دخل كويس مثلا في الحاجة دي، سعيك كله ان انت عاوز تزود من دخلك بحاجة تاني إضافية. فانت لو قعدت مكانك او انت مثلا استصعبت الطريق او انت احبطت في نص الطريق فعزيمتك هبطت ما قدرتش تكمل، مش هتوصل لاي حاجه عدا ان انت ضيعت وقت وهتحس باحباط، وغالبا هتتقفل من المجال او من الحاجه اللي انت دخلت فيها دي. على عكس اللي استمر وفضل يسعى حتى لو كان ده ضغط عليه، وده بيبقى ضغط جدا، لان انت غالبا لما بتبدا في حاجه جديده او لما بتبدا في حاجه عموما انت ما بتبقاش قادر انت بتبقى خلاص، انت بتبقى مثلا متعود على روتين معين، فانت دخلت حاجه جديده على الروتين ده، فده بيبقى ضغط. فاللي بيقدر يستمر في الضغط هو اللي بينجح، لان الموضوع مش سهل. الكلام سهل ان انت تقول انا هعمل، لكن فكرة ان انت تتحط على ارض الواقع وتبدا فعليا تمشي على خطوات معينه، تبدا فعليا تمر بالضغوطات اللي في الموضوع ده، تمر بالارهاق اللي في الموضوع ده، تمر بان انت في حاجات كتير تلاقيها حواليك بتنقص، خروجاتك بتنقص، ان انت تشوف صحابك بتنقص، ان انت تحس ان انت الرفاهيه في حياتك بتنقص. ده بيكون صعب على النفس جدا، لان بكل بساطه النفس عاوزه تنبسط، وانت دلوقتي اجبرتها ان هي ما هتنبسطش. فهو ده اصعب حاجه في الاستمراريه، ان مش اي حد هيوصل، لان مش حكايه بقى الماتيريال المتوفره هي اللي صعبه او ان انت صعب تلاقيها، لا، بس ان هو مش اي حد بيقدر يستمر. وربنا يوفقنا جميعا يا رب ويرزقنا بالحلال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.